السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأسطوريين، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بألف صحة وسعادة وسلامة. تحياتي لكم أينما كنتم، مرحبا بكم. إلا كنتوا جداد وعجبكم محتوى القناة بغيتوا تنضموا للأسطوريين، ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الجرس، تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. موضوع اليوم موضوع هذه القراءة ليك أنت والشخص اللي في بالك. اشنو كيقولوا ليه عليك وشنو كيقولوا لك عليه، واش كاينين اشخاص ضدكم يعني في هذه العلاقه، واشنو مقدر لهذه العلاقه، وما هي ظروف هذا الشخص مقارنه بظروفك. فكانت من قراءة تنطبق عليكم. ما تنساوش تخليو لي رأيكم في التعاليق، وكذلك لي لايك باش نستمر معكم، وشكرا. فأصحاب المجموعة الأولى، من أول حرف اسم هذا الإنسان أو الإنسان، الشخص اللي في بالك يعني. يلا بسم الله. حط انت هاد الشخص في بالك. كأنك في انتظار صاحب المجموعة الأولى. انت منتظر تواصل من هذا الشخص، ولا منتظر تعرف شي حاجة عليه، ولا انت مراقبو في التاروت؟ لا يا صاحبي زعما كاينه كتسول عليه، انت متبعو في السوشيال ميديا، حاضر في السوشيال ميديا، كانه ما عندكش شي وسيله اللي تراقبو بها حاليا، او تعرف حياته، تعرف معلومات عليه، تعرف تحركاته ونواياه، خططه، الامكنه اللي تكون فيها، الاشخاص اللي في حياته. صاحب المجموعه الاولى انت ما قادرش تعرف شي حاجه مرئية على هذا الشخص في الوقت الحالي، وما قادرش تعرف تحركاته اولا مع من كيكون ولا اش كيدير. غالبا فقدتي التواصل بهذا الشخص، تقطع الاتصال بيناتكم، ولا طفات الكاميرا. كيفاش طفات الكاميرا؟ ممكن انت كنتي في واحد الفتره قريب من هذا الشخص، وكنتي كتجيب معلوماته بحكم انك كنتي قريب ليه في حياته، حاضي معاه، فكتعرفوا اش كيدير، كيقول لك هو، كتشوف بعينيك. كيكونوا صدف كيخليوك تعرف، كتصادفوا مثلا فرص، كيكونوا في حال الصدف كتلاقى به في شي مكان، كتشوفوا في شي مكان، كتشوفوا مع شي شخص، كنتي كتقدر تجيب حسه، تجيب شي حاجه على حياته. آه، تق- كنتي كتقدر تعرف شي معلومات ولو قليله ولا بسيطه. حاليا انا كنشوف ما عندكش كيفاش دير. ما السبب؟ لأن هناك تباعد جغرافي بيناتكم حاليا، أو لا اختفاء هذا الشخص من حياتك، أو هذا الشخص يعني ولا غامض من بعد ما كان كتاب مفتوح ليك، ولا كان كيشارك معك كل شيء، كان كيعاود لك كل شيء، ما كيخبي عليك والو. يقدر يكون بعضكم اللي مازالين مثلا مستمرين في هذه العلاقة ولا مازال متواصلين، هذا الشخص في الفترة الحالية هو كيمر معاك بغموض معيشك فيه، ما كيقول لك والو، ما مشارك معاك والو، اولا نوايا مغيره، اولا طريقته معاك تغيرات. ما بقاش كيصرح باي حاجه، ما بقاش كيتعامل معاك كالسابق، يعني حسيتي انه خافي شي حاجه ولا مخبي شي حاجه، اولا كيخبي عليك. وإلا كنتم منفصلين وبيناتكم مسافة ونتوما متباعدين، فهذا هو السبب اللي مخليك انت ما قادر تعرف على هذا الشخص والو. حيت ملي كنتي قريب ليه كنتي كتقدر تعرف ولو معلومة ولا جوج، دابا ما قادر تعرف حتى حاجة. وممكن ما عندكش اشخاص مشتركين بينك وبين هذا الشخص اللي يقدروا يقولوا لك الحقيقة. مادام خرجت الحقيقة يعني كاينين اشخاص غالبا مشتركين بيناتكم، ولكن انت ما كتثقش في هاد الاشخاص، حيت هما مثلا كيالفوا وانت عارفهم تيكذبوا. الا ما كانتش الحاجه تيقولوها، غالبا انت مجربهم هاد الاشخاص وما بقيتيش كتثق فيهم، ما بقيتيش كتعتمد عليهم، وما بقيتيش كتبغي كاع تحسسهم باللي انت كيهمك هاد الشخص، ولا منفصل عليه، ولا انت معاه. غالبا هادو شي اشخاص كانوا مشتركين بيناتكم سابقا، وكانهم هما اللي زرعوا الفتنه في هذه العلاقه، ولا هما اللي كانوا كيوصلوا المعلومات غالطه باش كيكرهوا القلوب،
سواء يوصلوا ليه هو معلومات غلطه عليك باش يكرهوه فيك، او يوصلوا لك انت معلومات غلطه عليه باش يحقدوك عليه وتزيد تبغي تبعد ولا تبغي يعني تكرهو وتبعد. ولكن ممكن انت ما كنتيش كدير هكا، ما كانوش كيوصلوا لهدفهم، ما كنتيش انت كتكرهو وكتبعد، كنتي كتدخل معاه في مشاحنات، كنتي كتواجهو. ولكن ما كتقولش ليه انا هاد الاشخاص قالوا لي هنا، كتواجهو انك انت عرفتي من البرد جابت لك العصفوره الاخبار، ومني كتجي تبحث كتلقى ديك الاخبار اللي جابوا لك غلط. اولا ملي كتكونوا منفصلين كانوا شي وحدين كيجيبوا لك اخبار غلط، ومني كتصالحوا انت كتبحث وكتلقى كتكشف باللي عفوا ملي كتكونوا منفصلين هاد الاشخاص كيجيبوا لكم اخبار على هاد الشخص، ومني كتجي الفرصه ولا ملي كتيسر اموركم ولا ملي ربي يبغي يجمعكم ولا كذا، فاش كترجعوا لهاد الشخص كتبحثوا بلا ما تبينوا ليه على الهضره اللي كانوا قالوا لكم دوك الاشخاص فاش كنتوا بعاد عليه، كتلقاوها كلها غلط وما كاين منها والو، عمرها ما كانت. يا اما عن طريقه هو كيقول لكم الصراحه وكتكتشفوا على انه كنتوا ظالمينه، او لا المعلومات اللي كانوا جايين لكم عليه كانوا ظالمينه. ملي كتكونوا منفصلين عليه هاد الشخص كتبقاو مثلا تسولوا عليه، تبغيو تلتقطوا معلومات، تبغيو تعرفوا واش كيدير غير من حبكم ليه ولا من يعني من حسرتكم عليه، من انكم ما قادرينش تنساوه، ما قادرينش تخطاوه، كيهمكم واخا نتوما منفصلين الى اخره، تبقاو متبعين. وحتى هذا الشخص كيوقع ليه نفس الشيء معاكم، وتا هو غالبا كانوا كيجيو عليك اخبار مغلوطه، وغالبا تا هو طرا ليه نفس الشيء اللي طرا ليك، اولا كان كيوقع ليه نفس الشيء اللي كيوقع لك. ملي كيرجع معاك ممكن ما كيبينش ليك وما تيقولش لك داكشي اللي كان عارف عليك واللي وصل ليه عليك واللي قالوا ليه عليك، ولكن كيبحث من وراك ولا هو معاك، كيقلب هاتفك تليفونك بلا ما ترد البال، كيحظي تحركاتك، كيحظي حركاتك، كيحظي معاملتك، تنقلاتك وداك الشيء. غير هو من تلقاء نفسه بلا ما يبين لك كيكتشف انك كنت مظلوم، ولانه الاخبار اللي كانت كتجيه عليك في الانفصال ماشي صحيحه. يقدر يكون هذا الشيء هو وهم كيجيه او لا تخيل كيجيه او شكوك كتجيه، هو ماشي بالضروري يكونوا كيقولوا ليه اشخاص شي حاجه عليك. لبعضكم يا اما كاينين اشخاص مشتركين بيناتكم اللي كيوصلوا الهضره لهذا الشخص وكيوصلوك انت الهضره، سواء نتوما هاد الاشخاص عارفينهم، يعني عارفينهم كيوصلوا، او لا هما كيديروا هذا الشيء من تلقاء نفسهم وما كيبينوش باللي راه هما جايين باش يقولوا لكم على هذا الشخص، ولا ما كيبينوش ليه هو باللي راه جايين باش يقولوا ليه عليك. فحال غير هضره جبدات هضره، فحال غير داويين، فحال غير هما تذكروا بغاو يقول فهمتوا، غير باش ممكن حتى هما كانوا كيبغيو يعرفوا شنو تحت راسكم نتوما جايين بعضياتكم، وكانوا هما في يعني في المقابل تيكذبوا عليكم باش يكرهوكم اكثر. مثلا الا سولوك ولقاوك بلي انت ما مثلا ما بقيتيش باغاه، ولكن حسوا باللي باقي عندك حب ليه، فكيبغيو يطفيو داك الحب، يعني تيكرهوك. مثلا نعطيك مثال، مثلا كيسولوك تيقولوا لك واش هاد الشخص واصل معاك، انت كتقول لهم لا ما تواصلش معايا، وحتى تواصل معايا انا ما يهمنيش، انا كان كيحسابني غادي يكون فيه الخير وكذا، ساعه غدرني ما يستاهلش. فهما كيحسوا باللي انت ممكن غير مضروره من الشيء اللي دار، ولكن انت راه باقا كتبغيه. هما كيبغيو يحققوا داك الحب، يعني تكرهيه ماشي غير تكوني عندك سبب اللي مخليك كارهاه، يعني ردة فعلك ما كتقنعهمش، وردة فعله حتى هو ما كانش كتقنعهم. اولا سبحان الله هادو اشخاص من جهتك واشخاص من جهته يا لطيف. ممكن هاد الشخص عنده اشخاص في حياته كيتعاملوا معاه عليك بهاد الطريقه، تكرهوه فيك يعني غير من التحت بلا ما يبينوا، تيدسوا السم في العسل. والا كانوا عارفين عليكم شي حاجه ولا يقدروا تيكذبوا عليكم، تيقولوا مثلا عرفنا معلومه بالصدفه تيقولوها لي، سمعنا خبر بالصدفه، عرفتي الانسانه اللي كانت معاك فينا هي باقي كتهضر معاها، تيقولوا مثلا ساليت منها شحال هادي مابقاش كتهمني كنكرهات بعدا مني. ايوا صافي انت تعرف دبر راسك، راه تلاقيت مع واحد فلانه وقالت لي باللي راه كانت هذيك في البلاصه الفلانيه واحد الوقت الفلاني، هو تيديرها تيقول بصح سمعنا قالتها فلانه وكذا وشافوها واحد اخرين وكذا، وصافي انت اصلا مابقاش كتهمك ومفارق عليها، صافي دبر راسها هي اصلا ما تصلحش. عطيتكم غير مثال فحال هكا، تيدسوا السم في العسل وكيستغلوا المواقف وتيديروا راسهم باللي ما على بالهمش، غير هضره جابده هضره، غير هما كاع ما كان في بالهم انهم يقولوا ليه ولا هما باغيين مسوقين لا ليه ولا ليك، ما تيهضروا ما الخطر عارفين اش يديروا، تيحفروا مزيان وتيغرقوا الساس. حتى انت كانوا في حياتك اشخاص من نفس الطينه غالبا، ولكن هاد الاشخاص يقدروا يكونوا ما تعرفوهش، ممكن كيعرفوك انت
وانت ما باغيينكش تكون مستقر في علاقه وسعيد فيها. فكانوا بحال كيكرهوك في الارتباط، تيقولوا لك الشخص الا ما كانش داير معك هكا 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 ما عندك ما دير بيه، الشخص الا ما قدمش لك جابش لك القمر وحطوا لك ما عندك ما دير بيه، الا ما خرجش لك الكنوز اللي تحت الارض ما عندك ما دير بيه، الا ما كان سوبرمان كيطير في السماء ويجيب النجوم ما عندك ما دير بيه. ممكن اشخاص كانوا ما باغيينكش انت ترتبط، او لو ما حاكمين عليك كما حاكمين على حياتهم، ولا هما حياتهم فاشله العاطفيه، ومثلا عايشين وحيدين، عزيبين، ما نجحوش في علاقه، ما قدروش يستقروا في علاقه وبقوا فيها، حاسين انهم فاشلين، او لا هما مثلا من النوع المسيطر وكاع الاشخاص يدخلوا لحياتهم ما قدروش يسيطروا عليهم، مهما كيحسوا بهم باغيين يسيطروا عليهم تيهربوا ليهم، او لا تيوقعوا المشاكل وكيزعجوا راحتهم وتيضروهم هما يبتعدوا ولا ينسحبوا. فهو بقات عندهم داك الحقد او داك العقده ديال الاستقرار في العلاقات حتى حد ما يستقر، او لا كيستفزهم الا شافوا شي علاقه مستمره او شي حد مستقر مع شي حد. يعني يقدروا يكونوا هما من تلقاء نفسهم دون شعور، الله يحسن عوان كل واحد، والله يرد بكل واحد، والله يفرح كل واحد ويعطيه اللي بغاه، ويصلح باله ويصلح خاطره حتى حد ما لقى كيبغيها الصراحه. كل واحد كل انسان معذور، كل بشر معذور. فهما تما ماشي الخاطرهم هاد الناس ربي اللي عالم بهم، يقدروا يكونوا هما ماشي نيتهم انهم يفرقوا، ولا انهم يعني يشتوا الشمل، ولكن لا اراديا كيهضروا بكلام اللي كيحقد الطرف على الاخر، اولا كيشجعوا على السلطه والقوه. يعني كيشجعوك انك تكون متسلط على هذا الشخص، تكون متقوي عليه، ما تسمحش ليه، ما تسمعش ليه، ما تنازلش ليه، هو راه ظالمك، شوف انت درتي معاه هو ما عقلش عليك. يعني يقدروا بهذه الطريقه ينسيوك حتى الاشياء الزوينه اللي ممكن هذا الشخص دارها معك، او لا يحسوك باللي هي تافهه هذاك الاشياء مقارنه باللي درتي انت. يقدر يكون داك الشخص ما باستطاعتوش انه يدير داكشي انت درتي معاه، ممكن انت فايتو في العقليه، فايتو في المستوى، فايتو في المعرفه، فايتو في الوعي، فايتو في الماديات، فايتو في اجتماعيا، فقدراته محدوده مقارنه بقدراتك، او لا مادياته مداخيله حياته معرفته محدوده مقارنه بمعرفتك، فديما انت غتكون احسن منه، ديما انت غتكون عالي عليه، ديما انت غتكون فايتو اكثر منه. فما يمكنش هو يضاهيك في العطاء، ما يمكنش اللي عطيتيه انت يعطيه هو، ما يمكنش. فيقدر هو يعطي على قد جهده، وانت داكشي تشوفه تعمد، هو باستطاعته يعطي وما عطاش، هو كيعرف العجب وما بغاش، هو يقدر يدير وما داش، هو كاين وكيبخل، هو باخل، هو عنده وباخل. فهاد الاشخاص ممكن كيزرعوا لك في بالك هاد الافكار باش انت ما تعذرش الشخص اللي في حياتك واخا تكون كتبغيه، او لو واخا تشوفوا انه حبيب قريب وباغيك وباغي يكون معاك وكذا، يخوفوك منه، يرهبوك منه، او اللي يقولوا لك افكار اللي ما كتنطبقش على واقعكم، تولي انت تربط داك الافكار ببعض المواقف وقعوا لك مع هذا الشخص، وتظن باللي يعني هذا خبيث، هذا سام، هذا نرجسي، هذا حقود، هذا شرير، هذا باغي يستغلني، باغي يضيع لي وقتي، هذا ما كيبغينيش، مع انك تكون عشتي معاه الحب وشفتيه. لان الحب هو الارتباط، هو الموافقة والمصادقة على العلاقة، يعني الدعم أو الاهتمام أو تبيان أشياء اللي كتأكد على أن الشخص ميت عليك، طايح في دباديبو، كيبغيك. إلا كان على الحب ولا كان على الرغبة ولا كان على الاحتياج، هو كيبغيك ومحتاج لك وباغيك في حياته وباغي يشوفك. وهذا الشيء كان غالبا في علاقتك بهذا الشخص، يعني كان كيبغيك، او لا كنتي كتهمه، او لا كان كيدير بحسابك، او لا كان باغيك وجوديا على الاقل. يعني ماشي هو كان مستعر منك، ولا ما حاملكش وانت لاصق فيه، ولا هو طافي عليك التليفونات وكيهرب منك وانت اللي كتلصق فيه. لا، هذا شي حد كان باغيك وكان فاتح لك الابواب. ممكن هو ما كانش كيدير جهده معك، ممكن هو كان ما كيعاملكش كما يجب، ممكن هو كان كينساك، ممكن هو كان كيدير الاشياء اللي كتخليك انت ما كتقبلش وكتحسبها تعمد، وافكار اخرى كتزيد تاكد ليك. ولكن ممكن داك الطريقه اللي كان كيتعامل معاك بها هي اسلوبه، او هي قدرته، او هو ما يعرف يدير وما يقدر يدير. انت كيجيوك افكار كيخلوك تشوف انه يقدر يدير اكثر وما بغاش، عنده اكثر وما بغاش، باستطاعته ما كيديرش، قادر وكيديرها بالعاني، عنده الجهد وكيبين الضعف. انا ما عرفت الشخص واش بصح نيت هو كما كيوصفوه لك، ولا كما انت افكارك اللي كتجيك عليه، ولا هو مظلوم وانت كذلك. المهم كنقول لك اللي خارج ليا هنا زعما ذا استغفر الله العظيم. نشرب عصير ديال الليمون. هاد الشخص تيبغيك
وانت اكثر شخصيه هو كيبغيها في هاد الحياه وفي هاد الدنيا وفي هاد الوجود، انت اكثر انسان هو متعلق به وباغيه وعاجبه وباغي يكون معاه. انا كنشوف حاليا والله اعلم الا كاين انفصال جغرافي حقيقي او تباعد نفسي او تباعد ذهني، كتحاولوا انكم ما تفكروش في بعضياتكم بجوج، او لا اكثريا انت كتحاول انك ما تفكرش في هذا الشخص، والامر ماشي بيدك ماشي باستطاعتك، كتلقى راسك كتفكر فيه لا اراديا، ما كديرهاش بالعاني، المساله يعني متمكنه منك، القضيه المشاعر متمكنه منك. وهو نفس الشيء، الفرق اللي بيناتكم هذا الشخص مشغول مقارنه بك انت، ولا عنده اتعاب ما عندكش انت، او عنده مسؤوليات فوق راسه، يعني كالهموم ما عندكش انت. هاد المسؤوليات ممكن يكونوا افكار مثقله على عقله، هاد المسؤوليات يقدروا يكونوا احلام هو باغي يحققها وهي بعيده وزعجاه مغيراه مكرهاه حياته، واقع هو عايش فيه وما قابلش بيه، او مسؤوليات يقدروا يكونوا مسؤوليات اشخاص. فعلا هاد الشخص اللي كتسول عليه شي حد عنده ناس وراه هو كيشتغل على قبلهم، او لا كيساعدهم ولا مسؤول عليهم. هذا غالبا خارج من علاقه او متبوع بعلاقه، وهاد العلاقه فيها الولاد. الشخص كتسول عليه اما هو مزوج وخارج من هذه العلاقه، او لا الطرف الاخر منسحب. ممكن الا كان هذا رجل، الزوجه ممكن غضبانه وهازه ولادها وهاربه، ولا خارجه من بيت الزوجيه هربانه منه، ممكن حيت هو ما عندوش المسؤوليه جهتها، او لا المسؤوليه قليله، او كاين سبب اللي مخلي هذا الشريك خارج من حياه حبيبكم. لبعضكم ما كانش هذا الزوج او ما كانتش الزوجه وولاد كما خارج ليا، يقدر يكون كان في حياته طرف، وهذاك الطرف هو خارج بارادته من هذه العلاقه، والسبب هو شيء مادي، حقوق ماديه. ممكن حبيبكم استغل طرف خدا ليه ديالو. الا كان حبيبكم راجل مثلا، شي انسانه في حياته سواء كانت مرته او خطيبته او عشيقته استغلها في حاجه كبيره ماديات، وهي حاقده عليه، ولا هي متباعده حتى يرد ليها حقها، ولا يقدر يكون هذه زوجه رافعه الطلاق وباغا حقوق، يعني المتعه والصير للولاد، او الزوج هي منفصله عليه وكطالبوا بحقوقها الا كانت هذه مرأة او المستمع رجل، او لا شخص كان بينه او بينه وبينها شراكه ماديه وانفصلوا، ودابا كاينه متابعه باش يكون الحق في هذا الموضوع، او يكون انصاف باش كل واحد ياخذ حقه بالعدل، اللي عنده شي حق ياخذه. هو متبوع بقضيه، هذا الشخص قضيه حكوميه، ممكن مع زوجه او زوج، او ممكن مع شخص كان بينه وبينه شراكه. الهرمس اي حاجه كنتي كتحس بها جهه هذا الشخص حقيقيه. انت ايها المستمع ممكن كنتي كتقول لهذا الشخص اشياء حول حياته الخاصه بلا ما تكون داري بها انت ولا عارفها، وهو كان كيكذب، ولكن كان كيتفاجئ في الداخل ديالو كيتصدم. كيفاش انت عرفتي هذا الشيء، او لا باش كتعرف انت منين كيجيوك هاد الافكار، او انت يقدر يكون هذا الشيء ما عنده علاقه كاع بهذا الشريك، انت عندك احاسيس، عندك كيجيك حدث احيانا تيقول لك هذا الشخص كيجيك احساس كيقول لك هذا الشخص كيجيك حدث كيقول لك هذا الشخص كاين. انت كتبقى تقول علاش كيجيونا هاد الافكار هنا، علاش واش هادو وساوس في عندي، واش هادو هواجس، واش هادو خيالات يعني سلبيه بحكم مخاوفي. ممكن هادو مخاوفي كيتحولوا ليا الافكار كتاثر ليا على ذهني. انا مثلا داكشي اللي خايفه منه في هاد العلاقه كيجيني في بالي، مثلا هاد الشخص انا خايفه يكون مزوج، فانا كنتخيل انه مزوج، او لا كدوز واحد الفتره وكيجيني داك الاحساس ديال فجاه هاد الشخص راه في علاقه حاليا معاه طرف، شي حاجه كتوقع لك انت. او لا هادو ما كانوش افكار اصلا، ولكن كانوا فحال حدث، فحال الا انت لا اراديا بلا ارادتك كتخيل هاد الشخص كيدير شي حاجه، كتخيل هاد الشخص مع شي حدا، كتخيل هاد الشخص عنده فلوس وكاذب عليك، او مثلا تعاملتي معاه واحد المعامله موراها كتحس باللي هو غشك في داك المعامله، ما هذيك ماشي الحقيقه. شي حوايج بحال هكا كتحس بهم لا اراديا كيجوك راسهم،
فقال لك حقيقيا انت شخص روحاني وعندك حواس زايده، ممكن عندك حاسه سادسه او سابعه. هذاك الشيء ماشي توقع، هذا ماشي مساله توقع، هذاك الشيء ماشي تهيؤ، ماشي تهيؤات، هذاك حدث حقيقي خلقه معك الله سبحانه، كيخليك تستشعر الناس اللي انت معاهم او الاشخاص اللي انت كتعامل معاهم او المكان اللي انت فيه، شنو هي الخطوره اللي فيه، شنو هي الراحه اللي فيه، الامان اللي فيه، نسبه الامان، نسبه الخطوره، اماكن واشخاص وكل شيء هاكو كيوقع لك انت. فهذا الشخص كان داك اللي حقيقي، ثق بيا حقيقي، يعني الا كنت انت متخيل انه مزوج هو مزوج حقا، وهذا الشيء باقي غتعرفو حتى لو هو خفى الشمس ماشي بالغربال، هو الشمس طواها دارها في زار ودارها في مانطا وسد عليها، غتفرقع داك المانطا وداك الشيء وغتخرج الشمس. الحقيقه قال لك غتبان ولو بعد حين، ممكن تبان في واحد الوقت اللي يكون هذا الشخص دار معاك حل ولا يقدر يكون تزوج بيك، غتعرف انت داك الحقيقه من بعد ما تلقى ما دير، غيقول لك صافي كنت صرنا وصرتو، اييه كنت مزوج دابا طلقت وانا مزوج بك انت، علاش غتسولي؟ ولكن راه كنت معاك شحال وكنتي كذب عليا وانت مزوج، وديما كنت كنقولها لك وانت كتقول لي لا، علاش كنتي كتكذب ذاك الوقت؟ فيقدر يعطيك بزاف المبررات ديال انه ما كانش باغي يخسرك، هو كان عارف راسو ما غاديش يبقى في ديك العلاقه فما عندوش يقول لك الحقيقه، او ديك العلاقه كانت اصلا فاشله فما كاين لاش يزيدها حتى هي، يحطها على افكارك ولا يخليها حاجه تشدوا بها واحد النهار. ما عرفتش، الله اعلم كل واحد فيكم واش هذا الشخص في حياته كيفاش غادي يبرر لي. او يقدر يكون هذا الشخص مقدر لي انه ينسحب من حياتك نهائيا ويبتعد عليك نهائيا ويلتزم في العلاقه الاخرى، وداك الساعه واخا تعرف انت دابا راسك مع حيط، ما عندك ما دير وما عندكش الحق عليه وما تقدرش تقرب لحياته، ولا قربتي اكيد غيكونوا تهديدات وغادي يواجهك هو والطرف الاخر وغادي يهجموا عليك ويديروا لك يد من الفوقانيه ويتسيفوا عليك ويوليو اشخاص مساعدينهم عليك، حيت هاد الشخص غالبا كاينين اشخاص هو متحامي فيهم ولا اشخاص في حياته دايرين بيه مثلا، ويقدروا يكونوا ما كيبغيوكش انت، او لا هما ظالمين، الا كان هو ظالم فهما كيشبهوا ليه، الا كان هو كذاب وغشاش ونصاب ومخادع فكاين اشخاص في حياته بنفس صفاته اللي ممكن الا دخلت انت بيناتهم غادي يبغيو مثلا يتحاموا فيك، يبغيو كلهم يدوروا فيك، كلهم يجيو ضدك، يعني ما غاديش يجيو معاك ضده، ما غينصفوكش حتى لو كنت انت مظلوم في هذه العلاقه، غينصفوه الاطراف اللي في حياته، او هاد الناس مشتركه بيناتكم، الا كانوا ناس مشتركه بيناتكم ممكن الا جيتوا لواحد اللحظه وكان فيها كلشي مجموع، كون على يقين غادي يشجعوه هو ولا غادي يجيو من جهته، حتى لو ما كانوش مبينين بطريقه ولا باخرى غادي يحسوك باللي هو ما ظالمش وهذا، ولا انت المفروض كان خصك تحسبها بالعقل ولا كذا ولا شي حاجه من هذا القبيل. المهم كاين طرف في حياة هذا الشخص وانت قال لك اي حاجه كنتي هاد الحاجه باش ما نخليكش نوزعك انا، هاد الحاجه عندها علاقه بارتباط، عندها علاقه بماديات، هاد الشخص الا كان تيكذب، الا كان تيبين لك انه ما عندوش عنده، وإلا كان تيحسك انه ما مرتبطش وما عنده حتى علاقه عنده، يقدر يكون في زواج اصلا وكاينين ولاد او تريكه، انا ماشي شغلي، وإلا ما كانش هذا الشيء فيقدر يكون عنده عاشق او عاشقه، هذه ما حيداش لك الطبيب، ولكن انت ما عمرك ما تاكد من هذا الخبر. والماديات يقدر يكون هو اللي كان كيكذب عليك ولا كيحسك انه ما عندوش، ممكن عنده ولكن عنده اللي غادي يقدموا لهاد الاشخاص اللي في حياته، ما عندوش اللي غادي يقدم لك انت وياهم، فهو كان يعني معتمد عليك في هذه النقطة، معتمد عليك ماديا، أو لا هو بغى يتفك من المسؤولية المادية حيت هو عنده مسؤولية أصلا، فما يمكنش يزيدك أنت مسؤولية مادية، فهو كان دائما ما كيقولش لك الحقيقة في بيت المال، في المال على الماديات، يعني ما كانش كيقول لك الحقيقة على الأقل سواء عنده ولا ما عندوش، يقدر يكون الشخص كان كيبين لك انه عنده، كيقول لك عندي املاك، عندي بيت، عندي عشرات البيوت، عندي ارض، عندي سبعه، عندي 70 كار احطهم تا تشقريوش واش غندير لهم، عندي وزين خاص واحد السلك باش يشعل، صافي خليه تا طرشق ليا ونخد شي حاجه، فكيقدر يكون العكس ما عنده والو وما تيبغيش يبين نقطه الضعف، بالنسبه لذيك نقطه الضعف انه ما عندوش ولا محتاج ولا ما عنده لا مستقبل لا ماضي لا حاضر ولا كذا، ولا هو اعتمادي، ما يبغيش يبين على راسو حاجه في حال هذه، حيت الناس دائما بطبعها كتميل للشخص المسؤول، والشخص المسؤول هو اللي كيبين لك انه قادر، يعني تعتمد عليه ولو في شيء بسيط،
حيت العلاقة فيها شراكة، والشراكة كتكون مادية، كتكون جسدية، كتكون بدنية زعما، كتكون عاطفية، مشاعرية إلى آخره. فضروري الجانب المادي، ما يمكنش يعتمد عليك 100% ماديًا هاد الشخص. فهو ما بغاش يحسّسك باللي راه إلا دخلتي معايا في العلاقة راه غتبقى أنت تصرف، ولا أنت اللي غادي أي حاجة محتاجة للمادة أنت اللي غتكلّف بها. لا، لا، حتى لو كان ما كيقدّم لك والو في العلاقة، ولكن كيبغي يبين لك أننا راني مسؤول. باقي أنا وياك ما ارتبطناش، ما قدّمت لك والو، حيت باقي ما بيني وبينك والو، ما مزوجينش، أو لا غير علاقة عاطفية، وأنا راه ما عنديش في الوقت الحالي. أنا راني مثلًا عندي مشاكل، أولا أنا داك الشي اللي كنخدمو نخسرو في ديون، أولا كنخسرو في حاجة ورايا، أو شي حاجة من هاد القابيل. يعني هادو المبررات اللي كانوا عنده دابا إلا ما كان كيقدم لك والو، أو هو دائمًا مزيّر، ولكن كيحسّسك بلي راه كندير شي حاجة وما كاينش ما كاينش المقابل. كندير شي حاجة والمقابل ما كيكفيش، كندير شي حاجة وما شغلكش في المقابل. يقدر يكون هاد الشخص كل نهار تيقول لك أنا خدام، وديما هو في الخدمة، والخدمة شاداه، ومشى للخدمة وجا من الخدمة ومشى جاب هادي وباع هادي وشرا هادي، ولكن أنت واش عمرو عطاك شي حاجة في يديك فلوس؟ لا. ولكن أنت واش عمرو شرا لك شي كادو جابو ليك؟ لا. ولكن راه خدام، أنا خدمة، مشيت للخدمة، الخدمة هادي بعت هادي شريت هادي إلى آخره. فهاد الشخص كان ديما تيكذب عليك، ولا يعني ما تيبغيش يكون صريح معاك في الجانب المادي باش ما يتحملش مسؤوليتك فقط. أما هو عنده إمكانيات أو عنده ماديات اللي كتمشي لهاد الأشخاص، بما فيهم هاد الطرف اللي كان في حياته. هاد الطرف راه كان مستافد من حبيبكم ماديًا، ولا كان كيصرف عليه، ولا كان هاز مسؤوليته من أي حاجة، من ملابس، من أثاث، من فراش، من بيت، مثلًا إيجار بيت. إلا كانت هذه المرأة مثلًا كون راه كانت كتخلّص الكرا لهاد الزوج اللي كان في حياتها ولا هاد الحبيب الله يعلم، ولا كان الزوج كان كيخلّص الكرا، ولا كان هاز ليها البيت، ولا كان موفّر ليها السكن، واخا غير مع دارهم، وكان موفّر ليها الأكل والشرب وكذا. ممكن أنتِ أو أنت ما خديتو من هاد الشي حتى فرتوتة. نتوما اللي كنتو كتقدموا لهاد العلاقة، وسبحان الله كانت علاقة مناسبة. وهو هنا تيقولها وكيشهد بها، يعني أن أنت شخص كيبغيك، أكثر واحد هو كيبغيه، وأكثر واحد هو متعلق بيه، وأكثر وحدة هو منجذب ليها وباغيها، وأكثر وحدة أثرت فيه وخدات ليه، دخلت في تفكيره وسكنات تفكيره وعقله. هذا الشخص كيشهد لك أنك أنت أو أنت في بالو ما كتخرجوش من بالو. ما كيدير حتى حاجة على أرض الواقع، وعلاقتنا ديما فيها انفصال وتباعد، وديما حنا متباعدين، وديما حنا مخاصمين ومنوضين بسبب أن الشخص ماشي صريح. أنت عندك مشكل مع الشخص في الصراحة، أنت فقدتي ثقتك في هذا الشخص، ما بقيتيش قادر تثق فيه. الحب مازال، المشاعر مازال، حتى لو كان التباعد، هذا الشخص ما ناسيكش واخا متباعد، هذا طاح ليه كل شيء على راسو حاليا، انت مكمل. يعني الشخص يقدر يكون كيبين لك ان احنا بعاد، ولا انا باقي في الطاقه القديمه. هذا شي حد تبدلات طاقته ما باغيش يصرح بها، باقي عطاك الانطباع بلي انا في الطاقه القديمه. علاش؟ انا قادم، انا جاي، وانا غنتحارب على هاد العلاقه بيك، ولكن ماشي دابا، ماشي دابا. انا غنتبعك تنشيخ. يعني هاد الشخص كياكد لك انه غادي يكون موراك، وغيبقى معاك، وغيتبعك، وغيلاحقك، وغيجري موراك، وما غاديش يخليك تمشي. حتى لو مشيتي غادي يجري، وغادي يشدك في نص الطريق، ولا غادي يوصل عليك قبل ما توصل انت. ما عاد في حالة هذا مشيتي انت. وحاليا نتوما منازعين، كاين نزاع وكاين نقاش حاد، وكاين خصام ومشاكل ومعيور بيناتكم، وهضره خايبه وصلتوا ليها، وكلام قاصح قلتوه، ومشاكل وقعات، ولا شي حاجه بيناتكم مشتركه وانتم مخاصمين على قبلها. يا اما العلاقه، يا اما التفاهم ديال العلاقه. علاش مازال ما تفاهمتوش؟ علاش هو ما بغاش يتفاهم معاك؟ يا اما حقيقه بغيتي تسمعها من فمه وهو كيتهرب ما باغيش يبينها، وعارفك انت باغيها ولا باغي تسمعها، وانت عارف وهو عارفك اش باغي، وانتم فاهمين بعضياتكم، ولكن سي با لا بين بالنسبه ليه. هو باقي الحال، باقي الوقت، ما مستعدش، ما قادرش. كل شيء على راسي. هاد الشخص الا تواصلتي معاه في هاد الفتره، ولا هضر معاك، ولا هضرتي معاه، غيبان لك ما مرتاحش، غيبان لك منزعج. وإلا لبعضكم اللي كتواصلوا، او اللي مازال مستمرين في هذه العلاقه، او لا باقيين كتشوفوا، ولا باقيين كتلاقاو، حيت انا سبحان العجب الا كنتو باقيين كتلاقاو، حيت انا كنشوف غالبا الطاقه ديال القراءه كاين انفصال جغرافي، تباعد جغرافي. يعني انت في مكان، هو في مكان، وما كاينش تواصل حاليا، مقطوع التواصل. ولا كاين طاقه مكهربه بيناتكم، كتهضروا بالزز. الا تواصلتوا كتهضروا بالزز.
فحال باغي نضاربو، فحال باغي نتعايرو، فحال هو كيهضر معاك فوق طاقته، فوق نيفو، وتا انت كثر منه كتهضر معاه فوق شعرك، الله أعلم. ولكن ما كاينش الرفض، يعني هو فاتح لك الباب، يعني مدير لك الطريق، ما مبلوكيك، ما مختفي عليك، ما والو، ولكن ما عطاكش الوجه، ما عطاكش الدي. وانت نفس الشيء، انت يا اما ما قادرش اما ما باغيش، ما باغيش تخرج من حياته، ما باغيش تختفي، ما باغيش دير ليه بلوك، ما باغيش تغبر، ولكن ما عاطيش حتى انت الاهتمام والاولويه. فهو علاش؟ حيت قال لك كلشي فوق راسي وانا ما مستعدش للوضع اللي منتظرني معاك. هذا غالبا مورط في علاقه وما بينش لك ولا كذب عليك وباغي يتخلص منها، تهنى منها، ولا هو فعلا في علاقه وهاد العلاقه هي سبب همه، زادته مشاكل، مسؤوليه كثيره. هو كان كيظن ان العلاقه غتكون تحت طوعه، او لا غادي تسيطر عليها، او لا غيعرف يتعامل فيها، او لا فتسيفات عليه داك العلاقه. ممكن كان الرجل عنده شي مرات تسيفات عليه، ولات عندها مطالب، ولات كانت ظريفه، ولات قبيحه، كانت ساكته باغا غتاكل، ولات باغا تلبس، ولات باغا تسال، ما عرفتش. المهم بحال نقول لك كثر عليه الهم ومسؤوليات، ولا يمكن هذاك الطرف مشى كاع، ولكن انفصال وباقي عندهم مثلا مشكل قضائي، هو كيتسنى تيحلو كليا. ولا يقدر يكون شخص عنده مشكل قضائي مع اهله، او لا مع شي حد في طريقه، ولا شي حد مثلا في حياته، شي مشكل مثلا هو باغي يحلو، القضيه فيها ماديات، مبارزات، ما عندوش الخاطر. يعني مسألة ماشي معاك انت ولا فيك انت، هاد الشخص باقي عنده المشاعر، باقي عنده الحب، باقي كيبغيك، باقي كيحلم يكون معاك في مكان واحد، في ها هو جايك بعرض في الوقت اللي غتكون انت فاقد الامل، او لا يائس، ولا صافي ما بقيتيش بغيتي، ولا قلتي ليه سير الله يسهل عليك، صافي كل واحد يعيش حياته. غتكون انت يعني ما شبه بديتي كتخرجو من دماغك، ولا بديتي كتقتنع ان هذا الشخص في يد الله، يا يكون نصيبك يا ما يكونش. ولا شي طاقه غادي تكون فيها انت مستريح، تقدر تكون مستريح انت غتكون مرتاح، وغتكون تهنيتي من همه، ولا ارتاحيتي من طريقه، ولا ارتاحيتي من المسؤوليه اللي كتجمعك به والعلاقه. فهمتيني؟ يا اما هاد الراحه غتكون راحه محارب، او لا راحه جزئيه فتره، عادة ترجع تواصل معاه ولا كذا، او هو غتخليه على جنب مادام هو ما داير حتى شي خطوه جديه، وغتفكر راسك وتفكر لطريقك، وتشوف الا غيكون عندك شي جديد، وهو يدبر راسو اللي عجبو يديرو. او لا انت غتفقد الشغف، وما غتبقاش تهمك هاد العلاقه، وما يبقاش يهمك التواصل بهذا الشخص، ولا تشوفو، ولا تعرف عليه شي حاجه ولا كذا، وغتخليه على راحته يعيش حياته، وهو غادي يجيك يعني غيرجع ليك. وهاد الشخص فاش غيرجع كي غيكون؟ هي اختها، يعني غادي يرجع كحبيب، كعشيق، كشخص مكتمل، او كتامل، ولا عرف راسو، تاكد من راسو، عرف انه حياته باغيها معاك، ولا تاكد انك انت اللي مناسب ليه. حتى لو كان هذا الشخص حاليا عاطيك العكس، حتى انا انت دابا مع هذا الشخص راه الا جيت نقول لك راه مازال هاد العلاقه غتكون فيها حب قوي، ومازال غادي يبغيك هاد الشخص، وغيدير المستحيل على قبلك، غتجيك بعيد، ما غتقولها هضره، ولا ممكن توقع، شي حاجه بحال هكا. ولكن محال تأكد باللي هاد الشخص هو توأمك الروحي، هو مصير عندك معاه، مصير أو زواج أو مستقبل، وهو غادي يقدم لك أو قادم لك بهذا العرض من بعد دافول، من بعد ما عطاك حريتك التامة. فحال إلا هاد الشخص أكيد ما تعمدش هذا ماشي خطة هو دارها، هذا تصرفه، هذا ما كيعرفش يتصرف، ما كيعرفش يبين، ما كيعرفش يكون عاطفي، ما كيعرفش يكون واقعي، او لما كيفرقش، ما عرفتش، ما كيعرفش يتعامل. مثلا هو قل منك في الوعي، انت كتعرف تتعامل، كتعرف كل حاجه تبينها وتسميها، وكل حاجه كدير لها بلاصتها. هو عشوائي في كل شيء، يعني دابا تحس باللي ساليته غدا يجيك بلا هديه، يعني هاد الشخص يسطيك،
يعني ما تحكمش على تصرفاته، حكم على اللي في قلبه واللي في نيته، وانت اللي في قلبه وانت اللي في نيته ما بيناش ولا ما مبينهاش. انا قلت لك السبب، ممكن ظروف حياته وعلاقه اخرى كانت مسيطره، ولا كان هو باغي يتهنى منها في صمت، بلا ما تجيب انت الخبر، بلا ما يجيب الاخر الخبر، بلا او مشكل هو كان داخل فيه وكان كيفك راسو منه تدريجيا حتى غيتفك نهائيا، عاد غيجي عندك كيجري، او حاجه هو كيديرها وباغي يكملها. حيت هاد الشخص الانطباع اللي عاطيك انه الشيء اللي انت نويتي، ما نويتي انت هاد التباعد، او لا انت النفور، او انك تفكر في علاقه جديده ولا بدايه جديده، الا وهذا الشخص اللي عطاك هذا الايحاء، هاد الشخص اللي حسك بهذا الشيء بتصرفاته ديال انت حر دير في حياتك اللي بغيتي وانا دير في حياتي اللي بغيت. حيت الشخص ملي كتناقشو ما كتاخذ منه الحق لا باطل، ملي كتواجهو ما كتاخذ منه الحق لا باطل، ملي كطالب بحقك ضرب راسك مع حيط. فانت عييتي من هاد الانسانه او هاد الانسان، عييتي من هاد الشخصيه، عييتي من شخص ما فاهمكش ولا ما بغيش يفهمك، حيت انت عارفه فاهمك وهو كيبين العكس دائما. هاد الشخص ما نرجسي ما حتى حاجه، فقط كانوا عنده مشاكل ولا هو عنده ظروف مختلفة على ظروفك. وفي الأول هاد العلاقة ما كانش هو متأكد منها غالبا، ولا ما كانش ظن أنه غادي يلقى فيك الحب الحقيقي، فغالبا نواياه أنه يستقر معك في الأخير، وهو اللي غادي يبذل مجهود، هو اللي غادي يجي لعندك، هو اللي غيقلب عليك، هو اللي غادي يبحث عليك، فانت ما مطلوب منك دير حتى حاجة يا صاحب المجموعة الأولى. اشنو تيقول عليك هذا الشخص دابا وشنو رأيه الأخير النهائي؟ واخا راه خرجنا في القراءة رأيه النهائي. اليونيفيرس، الكون والقدر تقول لك هذه علاقة قدرية. الكون تقول لك هذه علاقة قدرية محضة، وهذا الشخص هو نصيبك ومصيرك، ومقدر لك معاه الزواج والارتباط والاستقرار. واو واو، هارموني، واحد كمية مشاعر وش يقولوا جدها، ما يمكنش بينك تناغم، كاين واحد التناغم قوي بينك وبين هذا الشخص، ولا كاين واحد تأثير يا إما جسدي يا إما نفسي يا إما مشاعري عاطفي ليس له مثيل. نتوما بغض النظر على أنكم توائم روح، نتوما من عالم آخر غالبا، شخصين من عالم آخر، أو لا من حياة أخرى، كنتو في حياة سابقة. ف كلماتكم اي حاجه فايتين سامعينها كتعني او كتعبر على ارتباط شخصي روحي، ارتباط شخصي، كاين تناغم في علاقه، كاين جذاب، كاين تواصل وتخاطر ذهني، كاين سيطره الى اخره، مغناطيس بيناتكم وكذا. عارفها بصح عليك انت وهذا الشخص. هو غادي يحارب على هاد العلاقة، ما غاديش يضيعك يعني، وكأنه ناوي يدير المستحيل لامبوسيبل باش يحصل عليك من جديد وباش يرجعك ليه. لبعضكم نتوما مشيتوا واقيلا من هاد العلاقة، والله اعلم، ولبعضكم مازالين، ولكن عاطينو داك الشعور ديال ما بقاش كيعني ليكم والو وانتم حرين. باشا الصبر على هاد العلاقة حيت غتزهر وغتمر. الصبر على هاد الشخص، ولا صبر معاه ولا صبر عليه. هو كيقول لك يعني صبري، هاد الشخص كيقول لك صبري، يعني ناوي يعطي شي حاجه ولا يدير شي حاجه. فشكرا اصحاب المجموعه الاولى، ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعاليق، نشوفكم ان شاء الله في قراءه قادمه. الى اللقاء. اصحاب المجموعه الثانيه، من اول حرف اسم هذا الشخص من صاد الى ياء. أصحاب المجموعة الثانية، من أول حرف اسم هذا الشخص في بالك من صاد إلى ياء. كنبان على مخيباتي في هذا اللايف هذا، في هذا الفيديو. علاش؟ حيت الإضاءة ضعيفة ومعكوس عليا الظل بزاف، الظلال ديال الفراش، الظلال ديال السقف، ديال الحيط، كنبان على مخيباتي. اوكي،
اصحاب المجموعه الثانيه من اول حرف اسم الشخص اللي كتسولوا عليه في بالكم، من هذا من صاد الى ياء. هذا شي حد عنده كارما اولا بدائيا، شي حد اما واصله الكارما هو كيعاني منها حاليا، وهذا الشخص مراقبك وتفكر فيك ولا حاضيك من شي مكان. الكارما في بيت، عنده الكارما في بيته، يعني يا اما هناك مشاكل عنده في بيته مع الاهل او مع شريك او شريكه او البيت اللي هو فيه او المكان اللي عمله. يقدر يكون الشخص جاته كارما في عمله، يعني اذا كان هذا الشخص مثلا موظف في شي مكان كانه يا اما غادي يفقد هذه الوظيفه، يا اما غادي يصعب عليه العمل، او يقدر مثلا يقل المستوى ديالو او المركز ديالو بسبب غلط دارو او غيديرو، غادي ينزل في الرتبه او في المركز، او غادي ينتقل او غينقلوه الا كانت هذه شركه عندها فروع، فممكن غينقلوه الفرع اللي في مكان هو ما غيرضيهش وما غيعجبوش وغادي يعاني وما باغيهش. فهمتيني؟ او الا كانت هذه الكارما هي ديال الاهل، فيقدر هذا الشخص ممكن هذا الشخص عنده مشاكل عائليه مع اهله، اكتشف شي حاجه عليهم، مثلا لقاهم كيخونوه، لقاهم يسرقوه مثلا، اولا كيهضروا عليه او كيغشوه في شيء او كذا، او اكتشف خيانه الا كان هذا زوج اللي كتسولوا عليه مثلا هو مزوج عنده زوجه، او هي مراه عندها زوج فاكتشفت خيانه، اكتشفت شي حاجه في تليفون راجلها الا كانت هذه مرأة، او الا كان هذا راجل اكتشف شي حاجه في تليفون زوجته، او ما نقولش عشيقه او العاشق حيت هذا بيت، يا اما الزواج يا اما العمل يا اما الاسره والاهل. فعنده مشكل تقدر تكون انت عارف وسامع به ولا مازال ما سامعش، هاد الخبر غادا توصلك من بعد. هاد الشخص كان قبل ما يوقع ليه هاد المشكل كيفكر فيك بزاف، كان قبل ما يوقع ليه هاد المشكل دير بالو معاك بزاف ومراقبك وحاضيك وحاضي طريقك هاد الشخص وباغي يعرفك، فكما قلت لك حاضي طريقك وحاضي تحركاتك، وفي هذه الفتره كانه تشغل عليك بسبب هاد المشاكل اللي عنده. واش ما بقاش كيراقبك؟ مازال كيراقبك. واش ما بقيتيش في بالو؟ مازال في بالو. واش ما بقيتش كتعني ليه صافي؟ لا باقي كتعني ليه، غير هاد الفتره هو مشغول باشياء عندها علاقه بعمل او بالبيت. حمال وشيال هذا الشخص كيهز في قلبه بزاف ولا كيتحمل بزاف وكيصبر، ولكن غالبا غينفجر. هذا شي حد انت وياه فاهمين على حاجه او لا هاضرين على قرار او على خطوه غديروها راكم غديروها، او لا جاياكم شي حاجه انت وهذا الشخص غتكون على ارض الواقع انتم متفقين عليها. بغا يقول لك تارو هنا الا كان هذا الشخص مقاولك او موعدك بالزواج او الاستقرار معك، هادشي اللي ناوي عليه وهادشي اللي كيخطط ليه وهادشي اللي غادي يكون بينك وبينه. انت عارف هذا الشخص كيعاني في مكان او عنده مشاكل، وكانك انت كنت كتساعده على هذه المشاكل او كتخفف عليه الهم او الحمل. هذا شي حد باش تعرف واش قرا عليك ولا ماشي اللي كصاحب القراءه، هذا شي حد انت كتساعدو على ظروفه وانت كتصبرو على اهله، وهو انت عارف هو عايش بزز مع هاد الاهل او لا عنده مشاكل في اهله او لا مع طرف اخر ولا كذا، وهو مصارحك بكل شيء لدرجه ممكن عاطيك ادله، عاطيك وثائق، عاطيك اثباتات، عاطيك حجج كتبين ان داكشي اللي هو فيه. يعني هذا شي حد ما كيكذب عليك في والو، صاحب مجموعه ثانيه وما غاشك وما خادعك في والو، صريح معك 100%، وانت عارف عليه كل شيء بيه هو، يعني ماشي هو داخل معك في غش وقوالب وتحرميات ومصلحه وباغي ياخذها منك وبتاعد عليك. لا لا، هذا شي حد بغاك بصح وصريح معك، وانت عارف المشكل اللي عنده وعارفه مناش كيعاني، وانت ممكن انت وياه كتحاولوا تلقاو حل لوضعه هو، باش نتوما وضعكم يمشي بخير. انت وياه باغي نفس الحاجه، ولكن هو عنده حاجه اللي خايف منها وانت خايف معاه. هاد الشخص اللي خارج ليا شي حد يعني انت كتخاف عليه بزاف وانت كتثق فيه وهو اهل الثقه، وياما انت ثقتي فيه وكان قد ثقتك، وياما انت
دوزتي مع هذا الشخص ممكن اوقات وسنين وكذا، دازوا بيناتكم مشاكل، عشتوا حلو وحار، حلو ومر، حلو ومالح، مر وحار الى اخره، وتجاوزتوا بزاف ديال المحن وبزاف ديال المواقف صعيبه وبزاف ديال الاوقات صعيبه. فهاد الشخص هو بوجودك مرتاح، بوجودك فرحان وانت هادشي عارفه. هاد الشخص كيطلب منك الدعم، كيقول لك زيد قويني وشجعني اكثر ودعمني وساندني. احيانا الشخص كيكون غريب وانت كتوقفه، احيانا كيكون صافي غيمشي فيها وانت كتشدو، احيانا هذا الشخص كتقول صافي غيدير فراسو شي حاجه ولا هذا غيمشي لشي مكان ولا كذا وغيتهور وكذا وانت كترجع ليه عقله. انت عارف الشخص كيعيش واحد الوضع بزز منه وانت كتصبرو حيت انت كتبغيه وباغي تكون معاه في المستقبل، وفحال انت كتشوف يعني فحال حاط راسك انت في بلاصتو، كتشوف راسك انت اللي في داك المكان ماشي هو، اولا انت اللي عندك داك الوضع ماشي هو، انت اللي كتعيش داك الظروف ماشي هو. حيت فحال شعورك تجاهه اللي طرا ليك، اللي غيوقع ليه وقع ليك، انت وياه واحد. هاكا باش كتحس هادشي علاش انت شاغلك. ما عتماني هاد النهار راني مع التليفون مساحه تخزين عمرات، ما عليناش. فانت كتشوف ولا كتحس ولا كيبان لك انه اللي غيطرا ليه غيطرا لك، ولا اللي غيوقع ليه غيوقع لك، انت وياه واحد زعما. أه هاد الشخص انت خايف عليه بزاف، ما عرفتش علاش، وكتحاول انك تكون متواصل معاه باستمرار. انا خارج ليا انا كتحاول انك تتواصل معاه باستمرار، كل ساعه كل دقيقه ولا كل فتره، من فتره لفتره دير بالك معاه. هو كيعاود ليك ولا كيقول لك اشياء يعني ممكن هاد الفترة مؤخرا هاد الشخص كيمر باكتئاب او لا عنده مشاكل كما قلت لكم، شي حاجة هادي طالعة ليا هنا، شي قضية هو خايف منها، شي حاجة خارجة ليه الله اعلم، وانت كتواسيه ولا انت كترشدو ولا كتوريه كيفاش يتصرف، شنو يقول شنو ما يقول، شنو يدير شنو ما يديرش. يثبت راسو مثلا، ما يخافش ما يحزنش. فتره وغادا دوز، يقدر يكون شخص فقد شي حاجه وانت خايف عليه اللي يفقد عقله، ممكن شي حاجه ضاعت ليه من البيت كما قلت لك، تسرق ولا كذا، شي حاجه ضاعت ليه، شي حاجه مثلا تخدل فيها، اكتشف شي خيانه مثلا، شي حاجه او لا في العمل ديالو مثلا ضيعوه مثلا في سنين، نكروه مثلا في اقدميته، حيدوا ليه شي حاجه ديالو، الله اعلم. فانت كتواسي هذا الشخص وفحال كتصبرو، كتقول ليه كل شيء كيتعوض، كل شيء كيدار من جديد، تبقى لك صحتك وتبقى لك غير خاطرك وهذا وهذا، كتواسيه وانت خايف عليه، وانت كتذكروا باشياء او وعود بيناتكم باغيين تحققوها، وكتقول ليه واش عقلتي فاش وعدتيني بهادي، وعدتك بهادي، وعدتيني بهادي، واش هذاك الشيء كله حنا غادي نساوه على قبل حاجه فحال هادي؟ انا مقدراك ولا انا مقدرك وعارف ماشي سهله عليك ماشي صعيبه، ولكن الحياه باقا قدامنا وباقي شحال من فرصه عندك، وهاد الناس باغينك، ولا هاد المكان عقلتي طلبوك وقالوا لك بغيتي تكون معاهم، عندك دوك الاصدقاء مثلا كيواسيوك وداك الشيء وباغينك، شي حاجه من هذا القبيل. اولا شي حاجه هاد الشخص واقع عليه 100% غالبا، واقع عليه فحال شي حاجه مشات ليه، بحال شي حاجه ضاعت ليه، اولا خداو ليه شي حاجه مثلا، عفوا الى اخره. فحاليا انا كنشوف كاينه كميه مشاعر بيناتك انت وهذا الشخص مقلوبه، يعني كاينه كميه مشاعر بيناتكم قويه وهيجان، وانت ما كرهتيش تكون قريب من هذا الشخص وتكون حداه ولا تكون معاه 24 ساعه، حيت غالبا هذا الشخص انت كتنفصل عليه. يعني هذه العلاقه ماشي علاقه زواج، وهذا الشخص ما عايش انت وياه في نفس المكان وفي نفس البيت، كتلاقاو في امكنه مختلفه، كتشوفوا من فتره لفتره، كديروا مواعيد وكتلاقاو فيها، كتلاقاو في شي مكان يعني بارادتكم باتفاقيه زعما. اشنو منتظر هاد العلاقه؟ منتظرها كل خير، والاهم هو انكم نتوما باغيين بعضياتكم. ان هاد الشخص عنده مشكل، يعني هاد الشخص اللي كينتظر شيء، ولا هاد الشخص كيعاني بسبب شيء، نقول لكم واحد الحاجه، الزواج هو بارادتكم وفي اي لحظه بغيتوها نتوما. هاد القراءه يا اصحاب المجموعه الثانيه، انا كنشوف هاد الشخص ما هربانش من الزواج، ما هربانش من المعقول، ما هربانش من الجديه.
انت شخص عاقل وواعي ولا عارف اش كدير. ولا نقول لك واحد الحاجه خويا ولا اختي، هاد القراءه ديالكم نتوما جيتو محظوظين ببعضكم، بشخصكم لبعضكم. يعني لا هو تيكذب عليك لا انت كتكذب عليه، لا هاد الشخص اللي طحتي فيه نرجسي خبيث شيطان ابليس باغي مصلحته، ما عندوش مع المسؤوليه، ما عمره ما يكون مسؤول، الله يعلم بلانو، وانت نفس الشيء. لا 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 لا، هاد الشخص اللي عمرها دار وانت اللي عمرها دار. هاد الشخص واخا دير فيه اللي درتي ما غيتبدلش عليك، وانت واخا يدير فيك اللي دار ما غتبدلش عليه. يعني هاد العلاقه ديال جوج ما كاين لا اللي يفرقهم ولا اللي يدخل بيناتهم، لا سحور لا تحرش لا والو، وهما بجوج كيتشابهوا بمعنى انهم صديقين في مشاعرهم، في رايهم، في كلامهم. ما كاينش الخداع في هذه العلاقه انا كنشوف. يعني انت مرتاح من جهه هذا الشخص، وانت ممكن الزواج انت اللي حابسه. ممكن هذا الشخص باغي منك الزواج يوم قبل من غدا، كيعرض عليك العلاقه والاستقرار وكيعرض عليك الحب وكذا، وانت اللي ما باغيش تسرع. انت واخد راحتك في هذه النقطه. صاحب المجموعه الثانيه انا كنشوفك واخد راحتك في هذه النقطه، وانت ما بكش الزواج، انت بك يعني تتمه الاشياء. شي حوايج خاصنا نكملوهم عاد نتزوجوا، شي حوايج خاصهم يخلصوا، ينتهاو، يساليو، يتحيدوا، يتبدلوا. اما الزواج كاين حنا فيه، هذا ما كاينش انكم مزوجين، نتوما مزوجينش ولكن نتوما على ابواب. يعني نتوما ما كاين اللي عفوا، نتوما اصحاب المجموعه الثانيه ما كاين اللي فرقكم وما كاين اللي اثر على هذه العلاقه. هذه العلاقه هي مشريه شاريه راسها. نتوما اصحاب المجموعه الثانيه شارين راسكم، كتبغيو بعضياتكم بصح، وعندكم مشاعر حقيقيه وانتم صادقين تجاه بعضياتكم وما كاينش مشكل. هاد الشخص هو اللي كيقلب على الطريق، او لا هو باغي يتهنى من وضع هو فيه وكيمر به ومشاكل في طريقه، هو باغي يتخوى منها، وانت هادشي اللي باغي، وانت صابر مع هاد الشخص. يعني انت اصلا ما تقدر دير والو وهاد الشخص في هاد الورطه. يعني هاد الشخص ممكن حتى الا جا عندك دابا وقال لك نتزوجوا انت غترفض، اولا ممكن هو مقترح عليك الزواج مرارا وتكرارا وانت كترفض. علاش؟ حيت انت كتشوف وضعه ما يناسبش، ماشي هو واحد يوحلك معاه، ماشي هو ظروفه صعيبه ويغرقك معاه، ماشي هو عنده بزاف ديال المشاكل وتنت تطيح معاه فيها. او ممكن نتوما بجوجكم واعيين وعارفين على ان ظروفكم ما تسمحش للزواج والارتباط والولاد وكذا وكذا. نتوما عارفين انكم بحال نوصل لك، جيتوني جوج تلاقاو بعقلهم تبارك الله، هم فاهمين وعارفين اش كيديروا وتايقين في بعضياتهم وتايقين في قدراتهم العقليه وتايقين في نفسهم وما كيهزهمش الريح. يعني عارفين اش باغين وكل واحد فيكم كيشتغل على راسو. فهمتوني؟ عندكم واحد الثقه في بعضياتكم ربي اللي عالم بها، ما كتخبيو على بعضياتكم حتى شي حاجه، وما كتعطيو فرصه حتى شي حد فين يدخل في هذه العلاقه، ولا ما يقدر حتى شي حد يعرف اصلا واقع هذه العلاقه، ولا يعرف كيفاش يدوز الواحد فيكم، ولا يعرف كيفاش يدخل بيناتكم. ما كاينش، ما يعرفش، حيت ما كاينش لا فجوه لا شق، لا انت كتسمع لا الطرف الاخر كيسمع، لا انت عندك نقص. جيتوني جوج، شي جوج شخصين زعما كينا واعيين ودارسين، عندكم ثقافه علميه وعندكم وعي داخلي. يعني قارين وفاهمين وواعين وعلى بال. يعني نتوما معدين ديك المرحله ديال نخليو بيبل هايشر يلعب بينا، العائله تدخل فينا، الاوقات الظروف. نتوما اقوى من الظروف، اقوى من الاوقات. نتوما كتواجهوا العواصف انت وهذا الشخص. يعني نتوما كتواجهوا غير المناخ الجغرافي. نتوما كتواجهوا غير الجو، هذاك الشيء فقط، كيفاش داير الجو والمشاكل اللي ممكن تعرضوا لها في طريقكم او اللي ممكن يطيح فيها واحد فيكم. كتساعدوا بعضياتكم باش كتخرجوها. الا طحتي انت في مشكل هو كيساعدك باش يخرجك منه، والعكس كذلك. وهادشي اللي طاري دابا لك انت، الدور عليك انك انت تخرج هذا الشخص من وضع هو فيه. يقدر يكون اكتئاب، حاله اكتئاب هو كيمر بها بسبب خساره وقعت ليه، ولا بسبب شي حاجه ضاعت ليه، ولا بسبب مشكل ممكن عنده خسارات، شي حد مات ليه من العائله وما قدرش ينسى، ما قدرش يتخطى، ما قدرش يصبر عليه، وشفتي غيفقد عقله بسبب هذا الشخص اللي ضاع فيه، بحال ما بقاش عنده العقل. وانت دورك انك تقوي وترجع ليه عقله وترجعوا لصوابه ورشده، وتفكروا انه هذه هي الدنيا والباقي اجمل وهذه سنه الحياه. المهم انت داير جهدك وديك اكثر من جهدك معاه. ما خاطر كان هذا شي حد انت اصلا اختاريتيه وهو عنده مشاكل صحيه نفسيه، مشاكل عائليه، مشاكل في الحياه، وانت صابر ليه حيت هو كيبغيك
وحيت مقدرك وحيت داير بحسابك وداير لك اعتبار وصريح معاك وحقيقي معاك وبغاك بالنيه بلا خدع بلا والو. انت بحال غنقول لك قلتي لي بما انك بغيتيني بهذه الطريقه ودرتي فيا هذه النيه وهذه الثقه وامنتي عليا ومشيتي معايا في الطريق بالصدق، انا والله ما غادي نخذلك ونخونك والله ما نغشك ولا نضحك عليك، حتى انا غنديرك حبيب ونديرك صديق ونديرك يعني محسوب مني وعليا ونخاف عليك اكثر من عينيا. هذا الشيء اللي كدير انت مع هذا الشخص، دار معك حاجه وكتردها ليه، ولا هو عاملك مزيان ولا بين لك حوايج وانت كترد ليه، او خذها كيما بغيتي نتايا. المهم انا كنشوف كاين حب قوي هنا وكاين ثقه بيناتكم وكاين سند، اهم شيء هو السند. انا كنشوف انت كتساند هذا الشخص حيت هو ساندك، ولا هو ساندك في واحد الفتره وانت كترد ليه دابا. واحد الفتره ممكن شخص تعرف عليك فيها ولا مني بديتوا العلاقه كنتي انت في واحد الوضع هو صبر ليك ولا تحمل ظروفك، تحمل ازعاجك، تحمل نفسيتك، تحمل مثلا طاقه ولا حاله كنتي فيها صعيبه وخايبه وهو صبر ليك وتحمل وكلا الدق معاك وهنتيه وخرجتي فيه القديم والجديد، ولا خرجتي فيه داك الشيء اللي انت كان دايز عليك، ولا حملتيه اللوم انت غالبا، ولا هو خلص الشيء القديم، ولا انت طلعتي فيه كاع داك العقد اللي كنتي انت متشبع بها من اشخاص في حياتك وكذا، وهو كان سمعا وطاعه وكان صابر وكان متحمل وكيحني الراس وفهمتي بحال كيقول لك بحال كيصبرك وكيهدئك وتيتقبل وتيشيل ويتحمل. والمهم هو انت تكون راضي، هو انت تضحك، هو انت تفرح، يعني خوي اللي في قلبك هو كان بغل وهز كاع داك الشيء. فانت طلعتي ولد الناس وطلعتي بنت الناس، ما كتنكريش الخير وكتعقلي على يعني على هذا اللي كيوقف معاك في الشده ولا في المحنه، ولا اللي كيلعب معاك شي دور، ولا اللي كيدير شي حاجه على قبلك. فهاد الشيء علاش انت او انتي صابرين مع هذا الشخص وما كنشوفكمش كتردوا ليه اصلا. هذه صفه فيكم نتوما، هذه ميزه فيكم، اللي كيعطيكم شي حاجه كتردوا عليه، اللي كيعاملكم بشي حاجه كتردوا عليه، اللي كيبين لكم الحلم كتردوا ليه الاضعاف، ما كتنساو خير حتى شي حد، اللي عطاكم حاجه قصيره قليله كتردوا عليه كثيره. هذه حياتكم نتوما، هكا دايرين في الدنيا. فهذا الشخص في الاول راه كان اللي دخلوا لحياتكم الحب والاعجاب، ورغبه مثلا او لا مثلا علاقه بدات عن اعجاب وتطورات لمصلحه مثلا جسديه ولا عاطفيه، يعني علاقه عاطفيه بدات عادي جدا، فما يمكنش هو غيتحمل مشاكلك ولا مسؤول ولا ظروفك ولا كذا. فهاد الشخص من يدخل لحياتك ممكن يلقى عندك مشاكل، بحال بدات العلاقه عن حب واعجاب وكذا، ومني جيتوا تغوصوا في الموضوع انت هاد الشخص لقى عندك مشاكل، مثلا قدا معاك اغراض، جرى معاك هنا، سبق معاك هنا، يعني هو داخل معاك الحب باش داه لحياتك الخاصه وروينتك وشنو ناقصك وشنو زايدك، ومع ذلك ما دواش وما قالش انا ماشي شغلي ولا انا جديد في حياتك ولا انا عاد زعما كاين حنا المفروض حبان جداد، المفروض يعني ماشي ازواج جداد، يعني عشاق جداد، وداك الشيء خاصنا نشوفوا نتمتعوا نضحكوا نفرحوا نعيشوا اوقات زوينه، ماشي نلقى في وجهي هذا الشيء وانت عندك هذا المشكل. ممكن شخص مدخل لحياتك دوزتي فتره قصيره وقع لك شي مرض نفسي وهو وقف معاك، او لا مشيتي للسبيطار الحماق طارتك شي حاجه وهو وقف معاك، او لا جاك اكتئاب حاد بسبب حاجه وهو وقف معاك، او لا انت بسببه هو ولا بدخوله هو لحياتك انت فاق عليك الفداع، مني هو دخل لحياتك انت فاق عليك الجرح القديم وبديتي كتخيل فيه شي شخص قديم وبديتي كتخرج فيه القديم والجديد هو، وبديتي كتقول ليه كلكم فحال وانا عندي فحال شي حاجه فحال هكا، يعني هذا تحمل شي حاجه ما عنده علاقه بها، جا في طريقك ودرستيه كما بغيتي وبقى زعما كاينه ومستمر معاك، ولا بقى يعني شايل الشعله في طريقك ما طفاهاش، ما استسلم، ما تنازلش عليك، ما قالش ما هربش، ما قالش انا مالي ولا شدني هذا الشيء ولا انا باغي الحب وباغي العاطفه وباغي الانسجام وباغي الفرح والمرح ولا باغي هذا الحزن وبنادم عنده عقد يخرجهم فيا، سيري شوف اللي عقدك هو يداويك، ما داش معاك هكا، صبر ليك وما كانش كيقول ولا كيدول، حتى الا كان تيقول ما كانش بحال كيقول لك تيندغ وما تيصراتش، انت هادشي كله عاقل عليه وفي عقلك الباطني، حتى لو كنتي ما كتبينوش ليه ولا بحال كنتي انت كتشوف اصلا الا كان غادي يبغيك وما يصبرش لك يمشي في حاله، شكون كيفاش يبغيني وما يصبرش ليا وما يتحملنيش ولا ما يتحملش وضعي ولا كذا،
الا كان باغيني غير ملي نكون فرحانه ما عندي ما ندير به، الا كان باغيني غير في وقت يعني امكانياتي ماشي في وقت احتياجي ما بغيتوش اصلا. هذه اللي كانت هضرتك انت تجاهه، اولا كنتي كتقول انت باغا مصلحتك اصلا، انت كتشوف غير غراضك، انت اصلا ما كتبغينيش، انت اصلا ما بغيتينيش، بغيتي حاجه، يعني كنتي كتظلمو ممكن في الاول لانك ما كنتيش عارف نيته وحقيقته. فغالبا هاد العلاقه طالت وتطورات وطالت، وهذا الشخص بقى معاك وبقى على عهد ووعده معاك. كانوا كيوقعوا مشاكل ولكن متمسكين، داك المشاكل كتبقى ابار، حيت هاد الشخص متمسك بيك ومتمسك بيه. فانت ممكن هاد الشخص حاليا واقع عليه شي حاجه ولا عنده ازمه ولا دارت عليه الايام، طرات ليه شي حاجه، حتى لو كنتو كتنفاصلوا هاد الشخص الا كنتي كتنفاصل عليه غير كتسمع شي حاجه واقع عليه كتبغي ترجع ليه بلا شعور. سبحان الله فيك الخير يا صاحب المجموعة الثانية، والله الله يسهل عليك، ندير يا اللايك الله دير يا اللايك، الله يجازيك بخير وخلي داك الخير يعوم على الكل ماشي دير الخير مع بنادم وما ديرش معايا الخير، ولكن بصح نيتك الله يتفك الخير. حيت ممكن هاد الشخص ما ممكن نتوما كتكونوا منفصلين او لا مخاصمين ولا وقع شي حاجه بيناتكم، وهذا الشخص تيكون مثلا ما باغيش زعما كاين يدويك، ما باغيش يحاشيه ليك، ما باغيش يدسرك، انت عارفه فاهم وقاري، هو محتاج لك يعني في الماء، ما باغاش يدسرك ولا ما يقدرش ولا عنده الايجو ولا هو مثلا بما انكم خاصمين ولا منفصلين ولا كاين بيناتكم مشكل، فهو كيبقى يشوف هذاك الشيء، واكيد انت ما غاديش تنازل على الشيء اللي واقع، ولا انت غادي تخلي هذاك الشيء ابار وتشوف مصلحته، لا خصو يدير معاك الحلول عاد تشوف مصلحته زعما هو، يعني يدير معاك الحلول عاد تشوف مصلحته زعما هو. لا انت كتبقى مراقبه، ومني كتحس عنده شي مشكل ولا واقع شي حاجه في طريقه ولا كذا كتقرب منه، الله ما يجعلك ماشي تجي عنده نيشان، ممكن لك انت دير ليه البلوك كتحيد ليه البلوك، بحال لا كتقول ليه دوي معايا يعني انا محيد لك البلوك الا بغيتيني انا، اولا كتواصل معاه كدير شي اشاره انت ماشي لخاطرك كتبغي هذا الشخص، ومجرد ما كتحس انه شي حاجه عنده، ولا الا كنتي كتراقبه في الانفصال فاش كتشوفه منزعج ولا ماشي في طاقه بخير ولا كيقول كيكتب شي حاجه كتعني انه ماشي بخير ولا كذا، انت لا اراديا كتقرب، ما كتعطيكش خاطرك تبقى بعيد، كيبقى فيك ولا دغيا كتحن دغيا كتضعف. علاش؟ حيت هذا الشخص ما عمرك ما غتنسى الخير اللي دار معاك، خير مرسخ. شي لو كنتي انت حاكم على راسك خبيت انت راه ما خبيتش، ولا كنتي حاكم على راسك خايب وقلبك قاصح والله قلبك ما قاصح. انت ممكن عندك ايجو، انت ممكن عندك نفس، غالبا هادشي اللي عطاك الله فيك النفس، ولكن راه النفس عندك طلعت تعيا، وإلا شافت شي حد دار فيك ذره خير في مأزق ولا كذا راه ما تبقاش بخير، راه ما تبقاش بخير وما تدوش ليك، راه تبقى تابعو مراقبو تشوفو كي واش ولا بخير، واش تخطاها، واش تجاوزها، واش باقي عنده، واش خصك تدخل انت، واش خصك دير شي حاجه. احيانا كتخاف على هذا الشخص، كتخاف عليه من طريقه، كتخاف عليه من افكاره، كتخاف عليه من بزاف د الحوايج. فانت زعما كاينه شي حد فيك الخير ونيتك مزيانه، وهذا الشخص عارف هذا الشيء، عارفو فاهمو عارفك وعاقل لك على كل شيء وكيحس بك، ومني كتكون ما باغيش تبين تعرف، اولا مني كتكون كتبغي تساعدو ولكن ما تبينش راك باغي تساعدو، اولا مني كتكون يعني مخاصم او مقلق عليه وفي نفس الوقت باغي تعرف واش هو بخير ولا كيعرفك ولا كيحس بيك، او ممكن كتكونوا مخاصمين وانت كتفكروا بشي حاجه هي حقه، ولا كتعامل معاه انت كتقول ليه الخصام حاجه ولاني انا ما كنضيعش كل واحد وحقه، هو كيعرفك ماشي غير هكاك حيت انت كتبغيه، حيت انت كتقرا همه، يعني ماشي مساله الحب ولا ماشي الحب، فكدير بحسابه زعما عارفه هو. الكينج اوف بنتيكل هي هو هي ها هي هو هي ها هي ها هي عبد الرحمن هاد الشخص حاليا هو يعني ماشي هو عفوا تلفت، انت كتشتغل على مادياتك، ولا انت في طريقك وخدام وعندك مادياتك ومستقر ومرتاح وهاني، وكانوا عندك مشاكل تجاوزتيها وظروف صعيبه تخطيتيها، دابا انت الحمد لله يعني في شبه مستقر، حتى لو كانوا باقين بزاف الاحتياجات في طريقك، بزاف الازمات جاياك الى اخره، او لا انت عارفها احتياجات او لا تعب
تعب عمل مجاهد غادي تبذلها، باغي يتابعك اللي تقدر ما يتقدى، واخا انت عارف الا وراك مستقر مقارنه بهذا الشخص، حيت حنين هو عنده نزاعات، عنده مشاكل في طريقه. الا كان الشخص عنده مشاكل مع اهله، حاول انت تخليك بعيد، ما تدخلش، وخليك انت منك ليه، تواصل معاه هو، حاول تساعده هو، حاول تخفف عليه هو، ولكن انت خليك بعيد على مشاكله. الا كان كيقول لك عنده مشاكل مع اهل او مع طرف اخر او لا زوج او زوجه، خليك بعيد، حيت ماشي بعيد بغاو يدخلوك في هذه المشاكل حتى انت رد البال. ممكن كاين اشخاص في حياته جابدينك ذاكرينك يعني، ما عندهم ما يديروا غير هما ما باغيينكمش لبعضياتكم، وفي حال يقدروا يجمعوك معاه يعني. الا كان عنده شي اعداء بعدي منه، لا يوليو يشوفوك ويخليو يضاربوك حتى انت، يقول لك انت صاحبة فلان اجي جدك. انت مرت فلان اجي امك. فانت خليك انت ولا انت خليكم بعاد على مشاكل هذا الشخص اللي توليو داخلين فيها هو حمو قاد بهمو. هو اصلا ما يدخلكش في هاد النزاعات، ولكن حيت كشوفك انت دمك حامي عليه وباغيه وكتبغيه، ولا سمعتي شي حاجه ولا شي مشكل كبير غتبغي تدخل وما تبغيش دوزو، راه تقدر تدخل راسك في مشكل كبير. الامبرر لا هو قاد على هذا الشيء، وهذا الشيء ما غيوصلش لهذا الشيء. انا كنقول لك اللي كنحس ماشي ترى الدرجه، هادو ناس كيعرفهم يا اما عامل يا اما اقارب، هو عنده معاهم مشاكل اياه، او يقدر يكون هذا في الطلاق، هو عنده مشكل مع اهل الزوج او اهل الزوجه بسبب هذا الانفصال، بسبب هذا الطلاق ولا هذا الفراق. ممكن هذا كان كيعاني مع زوجه من شحال هادي وانت عارفه، وعلاش انت حنيتي فيه كثر، حيت هو مضيع وقته ومجهوده وفلوسه وكله، وكل شيء اللي كيملك واللي عنده على قبل الطرف ما مقدروش، او معذب. ممكن هو عنده زوجه معذباه ومستغلاه ومضيع عليه وقته ومجهده وما مهتماش بيه، وديرها فيه ما باغا، لقاتو طيب مثلا، او العكس شي راجل مبهدلها واخد لها رزقها معذبها، هذا لقاها طيبه وكذا. انت خليك بعيد، ماشي شغلك. المهم بحال هي او هو تيقول قال لكم هذا الشيء، او لا هما اصلا ما باغينش يدخلوكم في حياتهم، باغينكم تكونوا بعاد حتى يفكوا هاد الجره على خير هما، وداك الساعه نتوما غادي ترتبطوا، يعني نتوما غادي تتزوجوا انت وهذا الشخص، مقدر لكم الزواج مقدر لكم الاستقرار، ولكن حتى يفك هو هاد الحريره انت اللي غادي تعرف. فما تدخلش وما عندك حتى شي دخل، الا هو طلب منك مساعده اديها يعني ديرها فقط، وخليك بعيد على مشاكله الخاصه، هو غيحلها راسو غادي يجي عندك. اشنو تيقول لك هذا الشخص زعما كايناش شنو هو معك في المستقبل. شكرات الحب، طاحت لكم شكرات الحب، غادي تكون خطوه بسبب الحب كامل، ولا هادشي كله كيديروا على قبل هذا الحب. هذا الشخص باغي يعيش معك في مكان واحد، او باغي استقرار، باغي زواج، باغي يعني ينطلق معك في الطريق بسبب هذا الحب القوي، وباغي يعني باغي يشترك معك حياته. هاد الشخص يا اما باغي الزواج يا اما باغي يدير معك شي حاجه شراكه باش تبقاو بجوج مع بعضياتكم. فشكرا اصحاب المجموعه الثانيه، ما تنساوش تخليو لي رايكم في التعاليق، وما تنساوش لي لايك فضلا ونساء امرا باش ما نبقاش نتاخر عليكم. نشوفكم في قراءه قادمه، كنبغيكم بزاف، الى اللقاء.